السلام عليكم. تصريح خطير من اللاعب الأرجنتيني ميسي يفاجئ به المنتخب المغربي بعد تألق اللاعب ذو الأصول المغربية لامين يامال، ويسخر من المنتخب الفرنسي بسبب يمين يامال ويدعم المنتخب المغربي قبل الأولمبياد. لن تصدق ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أثار اللاعب ذو الأصول المغربية يمين يامال الجدل في أنحاء العالم بعد أن تسبب في تتويج المنتخب الأسباني باليورو، وقد أكدت وسائل صحفية في فرنسا بأن اللاعب ذو الأصول المغربية يمين يامال قد انتقم من المنتخب الفرنسي الذي أقصى المنتخب المغربي من كأس العالم من المربع الذهبي. فقد دخل على الخط الأسطورة الأرجنتينية ميسي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الإسبانية وقال: أنا أشعر بحسرة كبيرة بأن لاعب بحجم لامين يامال يختار المنتخب الأسباني على حساب المنتخب المغربي، فكان على يمين يامال أن يختار المنتخب المغرب لأن والده مغربي، فحتى أنا كنت في نفس عمره طلب مني تمثيل المنتخب الأسباني على حساب منتخب بلادي الأرجنتين، ولكن أنا اخترت بلدي الأرجنتين. فالمنتخب المغربي وصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة بقطر، الذي تم إقصاؤه على يد المنتخب الفرنسي بسبب الأخطاء التحكيمية الكارثية التي فعلها الحكم المكسيكي سيزار راموس في حق المنتخب المغربي. ولكن يمين يامال خسارة كبيرة لأنه لا يلعب للمنتخب المغربي، فالمنتخب المغربي هو من أقوى المنتخبات العالمية وهو أقوى من المنتخب الأسباني، ولكن ما فعله يمين يامال أمام المنتخب الفرنسي يستحق التقدير والثناء، لأنه كذلك انتقم للمنتخب المغربي اللي خرج من المربع الذهبي أو خرج من المباراة النهائية، وده كان بفعل فاعل وهو الخطأ التحكيمي الواضح، وكان الكل بيدعم فرنسا على حساب المغرب حتى يتم إقصاء المنتخب المغربي. يمين يامال لو كان لديه الفرصة للرجوع لمنتخب بلاده المغرب هيكون إضافة قوية جدا جدا، حتى إن يمين يامال نفسه عندما سئل عن هذا السؤال لماذا لا تلعب لمنتخب بلادك المغرب رد وقال إن والدته أسبانية وهي من أصرت على لعبه في أسبانيا مع المنتخب الأسباني، ولكن والده كان عنده إصرار أيضا إن ابنه يلعب في المغرب، خصوصا إن والد يمين يامال مازال متمسك بالعادات والتقاليد والقيم المغربية سواء في الأعياد أو في الطعام أو الأكل أو الشرب تماما. ولكن هناك سر خطير أعلن عنه يمين يامال